أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعينا ومشاهدينا على يوتيوب باهية كيتشن. وش راكم مع شهر شوال ومع صيام شهر شوال، الأيام الست من شوال قصدي. اللي صاموا نقول لهم ربي يتقبل منكم إن شاء الله، واللي مازالوا نقول لهم ربي يقدركم ويعينكم ويتقبل منكم كذلك إن شاء الله. وبهذه المناسبة، مناسبة صيام الأيام الست من شوال، لازم الكل تحضروا وتذوقوا أفراد عائلتكم بهذا الطبق اللي راح نحضروه كيف نهار اليوم إن شاء الله، أو قبل ما يخرج الموسم ديالهم كذلك موسم الجلبانة والقرنون. طبقنا نهار اليوم إن شاء الله راح يكون طبق دجاج مرقة بيضاء بالجلبانة والقرنون. راح نتعلموا اليوم كيفاش الجلبانة ديالنا طيب لنا مليح تجينا معسلة وبنينة، لأنه كاين بزاف اللي حتى يعطوها وقتها في الطياب لكن ما طيبش معاهم. راح نشوفوا كذلك ونتعلموا كذلك كيفاش القرنون ديالنا يحافظ على اللون ديالو، كيفاش في الاخير المريقه ديالنا تجينا خاثره بنينه وتحافظ كذلك على اللون ديالها ما تجيناش كحله. كل هذا راح نشوفوه ونتعلموه في وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله. خليكم معنا. في لاكوكوت او في طنجره نضع ملعقتين كبار من الزيت مع ملعقه كبيره تاع السمن. نضع كذلك أطراف الدجاج اللي عندنا. بالنسبة للدجاج دائما نقول لكم نعاود لكم ونأكد لكم لازم ننظفوا مليح الدجاج ديالنا، لأنه تنظيف الدجاج يلعب دور كبير ودور رئيسي في نجاح الوصفة ديالنا، يعني في نجاح البنة ديالها. دونك لازم ننظفوه مليح بالليمون الخل والملح، نقطروه بعد ذلك باش نستعملوه ونطيبوه به. هذه بالنسبة للملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية بالنسبة للبصل، دائما كذلك نقول لكم ونعاود لكم البصل خاصة كي نجيو نديروا الأطباق هذوما التقليدية ديالنا، لازم نديرو يعني كمية مليحة من البصل، حوالي 2 حبات مقطعة إلى مربعات، ونخلوه يعني نقلو به الدجاج ديالنا. بالنسبة للتوابل عندنا قرفة عود باش متكحلناش المرق ديالنا، وعندنا فلفل اسود ملعقة كبيرة، عندنا الملح على حساب الكمية، والقرفة يعني مرحية عندنا حوالي نصف ملعقة قهوة فقط، يعني هكذا كما قلت لكم باش ما تكحلش المرقة ديالنا. نحطوهم على نار، نحطو الدجاج ديالنا على نار متوسطة إلى نار مهيلة تماما، باش نخلو هذاك البصل يذب المليح مع الدجاج. نخلو الدجاج ديالنا يتقلى غير في غرضو. هذه كذلك الملاحظة الثالثة باش المريقة ديالنا تجينا خاثرة وبنينة. فوالا، ومرة على مرة يعني نقلو الدجاج ديالنا، ما نخلوهش يعني يتقلى وحده اون فوا بوغ توت، يعني ملي نديروه هو يتقلى وحده حتى نجيو نمرقولو. نو، لازم نقلو مرة على مرة، وحنا رانا نقليو مدة 10 دقائق ربع ساعة، خاصة إلا كان الدجاج ديالكم يعني عاصي شوية، يعني ماهوش طياب. فوالا، لأنه كان هذاك الدجاج الصغير يجي بالخف يطيب وبالخف يتفركت في التقلية ديجا يطيب. فوالا، بعد ما يذبل البصل معنا مليح ويتقلى الدجاج ومع التوابل، راح نمرقوه بالماء سخون. بالنسبه للماء في التمرق كذلك ديروه على حساب الكميه اللي عندكم تاع الدجاج وتاع الخضر، هكذا باش ما تجيكمش في الاخير مزرزقه وتبقاو حاصلين بهذيك المرقه، يعني ما حش تجيكم خاثره وبنينه. نخلوها حتى تغلي باش راح نضيفوا لها كميه الجلبانه اللي عندنا. هنا الجلبانه كذلك نقوها اكيد راكم على بالكم، نخلوها في الماء نبدلوا لها الماء عده مرات باش يعني تخلص من هذاك التراب ديالها. نصفيوها ونخلوها تقطر باش نديروها يعني حتى كي تغلي المريقه ديالنا. وبالنسبه للقرنون كذلك كما لاحظتوا يعني نقشروه ونخلوه يعني في الماء مع الليمون، مع الليمون نعصروا القطره تاع الليمون، هو كذلك نمسحوه بالليمون هكذا باش يحافظ لنا على اللون الابيض ديالو، ما يكحلش معنا وما يتاكسدش. وحتى اذا كحل معكم عادي، لانه هذيك جوست للاكسده فقط، يعني يتاكسد لكن هي باش يجي بريزونطابل، وخاصه لو كنتو حتحضروها للضيوف يعني وحتى لافراد عائلتكم، مليح يعني تحطوا حاجه يعني لونها يكون باهي كما نقولوا. فوالا، بالنسبة للجلبانة حتى يعني بعد ما تقطر وحتى تغلي المرقة، هنا بالنسبة للجلبانة يعني ملاحظة جد هامة، حتى كي نخلو حتى المرق يغلي معنا باش نرميو الجلبانة ديالنا ونرميو موراها القرنون ونغلقوا عليها ونخلوها طيب على نار متوسطة إلى يعني قليلة غير في غرضها حتى تتعسل هذيك المريقة. شوفوا كيفاش يعني تجينا جوست تجينا اكزاكت هذيك المريقه، تجينا خاثره كما راكم تلاحظوا عاقده وبنينه، تجينا صفراء محافظه على اللون الاصفر ديالها. البيزي ديالنا كذلك او الجلبانه شوفوا كيفاش تكمشت، يعني كيفاش حتى تعرفوها بلي طابت، لازم تكمش لكم
يعني تتكمّش، ما تقعدش هكاك على حالها. فوالا هذا هو السر ديالها، يعني لازم كي ديروها ما تقليوهاش لأنه حتجلس لكم. ويعني على حسب أنواع كذلك الجلبانة، نتوما كي تشرو الجلبانة خيروا هذيك الجلبانة المليحة الخضرا، هذيك المنعنعة الطازجة، ديروها حتى بعد ما يغلي المرق وخلوها طيب غير في غرضها باش تتعسل في الآخر. وكي تتكمش هذاك هو يعني الرمز تاع صافي دير كو راهي طابت معاكم. هاي ليك المرقة جات متوازنة، جات اكزاكت مع مطلوع واش نقول لكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله. يعني هاد الأطباق التقليدية دو بريفيرونس أننا نحضروهم مع خبز الكوشة ولا خبز مطلوع ولا حتى خبز يعني تاع برا ما فيها باس، خاصة إلا كان مليح. شوفوا المرق كيفاش يجي خافر، يجي بنين مع الجلبانة مع الدجاج القرنون حافظ كذلك على اللون ديالو. طبق جد 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 لذيذ، وخاصة يعني لو كنتو صايمين وقبل كذلك ما يخلص ويخرج الموسم ديالهم مع عصرة تاع الليمون في الأخير. فوالا نسيت ما درتش عصرة الليمون. وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم اللي نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، تكونوا استفدتوا منها، كذلك لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. بقى لي غنقول لكم بصحتكم شهية طيبة، بقاو على خير.